اهلا. مجرد فكره اليوم على الخوف. الخوف ظاهره طبيعيه، كاين شي واحد اللي ما كيخافش، اللي ما كيخافش شيء غير طبيعي او متهور لدرجه الجنون. ولكن الخوف الى فات واحد الحد كيولي عامل اللي كيشل الشخصيه وكيشل الانسان وشل قدرته على العطاء، على المبادره، على الابداع، على اي شيء. واخا الخوف من سراق الزيت حتى الخوف من الموت هو مرتبط في الغالب بزاف د الحوايج، نذكروا منها اللي غنذكروه دابا. اولا الجهل، اللي ما كتعرفهاش، وضعيه جديده، منطقه جديده، انسان جديد، شي موقع جديد، في الغالب كتكون كتخاف. واخا والظلام اللي كيخلينا ما نشوفوش، بحال الظلام الفكري اللي يخلينا ما كنعرفوش. الحاجه الثانيه هو ان الخوف في الغالب تيكون مرتبط بالالم، الخوف من الالم، والالم شيء طبيعي. فاش كنامنوا بان الالم والموت جزء من الحياه كنبقاوش كنخافوا ببساطه، او على الاقل كنوليو كنخافوا خوف معقول فقط. مثلا في ركوب الطياره تنكونوا كنعرفوا على انه الاهتزاز الاضطرابات اللي هي ناتجه للاضطرابات الجويه ودرجات الضغط على برا وداك الشيء، هي اللي كتخلي الطيارات توصل كاع لشي مرات بزاف هكذا. ولكن حنا كنعرفوا بان 99.99% معمر الاضطرابات الجويه طيحت شي طياره. لكن مع ذلك فاش كتبدا الاضطرابات الجويه كنبقاو كنترعدوا. واش كافي الاقتناع العقلي؟ لا، خاص مع الاقتناع العقلي بعد اولا يكون اقتناع عقلي عميق، ويكون معاه ما هو وجداني وعاطفي. كاين واحد العنصر اساسي في التغلب على الخوف، الايمان. هذا الموضوع ديال الفكره المقبله، الايمان. شنو هو الايمان؟ علاش؟ كيفاش؟ فوقاش؟